في الغابة الدافئة تتراقص أشعة الشمس من خلال الأشجار، بينما يظهر ليو شبل النمر بلون الشمس. يندفع ليو عبر العشب الطويل ويسخر من أصدقائه. من يستطيع الإمساك بي أولا؟ أنا نمر الشمس، لا أحد أسرع مني. انطلق الأصدقاء، ومن بينهم النمر الصغير خلفه، وأصواتهم تتردد عبر الأشجار. لكننا سنمسك بك يا ليو، نحن فريق النمر السريع. يقف ليو على صخرة عالية، وأشعة الشمس تتلألأ على فرائه وهو ينظر إلى السماء. يصرخ ليو قائلا: يوم آخر للعب، وحلم جديد لنعيشه معا. ويردد صوته عبر الجبال. في قلب الغابة يلمس ليو بلطف فراشة، وأشعة الشمس تتخلل الغطاء النباتي. يقترب كريم بهدوء، قاطعا اللحظة السلمية. ماذا تفعل يا ليو؟ يجيب ليو: أحاول أن أجعل الفراشة صديقتي. يحذر كريم قائلا: لكنه سيطير بعيدا. يجيب ليو: لا يهم، الشيء المهم هو أنني حاولت. بينما يغمر الغروب الغابة بمسحة ذهبية، يجلس ليو وأصدقاؤه معا مفتونين بلوحة السماء النارية. سالم يتنهد بحنين: أتمنى لو أن اليوم يدوم إلى الأبد. ليو يواسيه بلطف: لا تحزن يا سالم، الشمس ستشرق مرة أخرى غدا.